الكبيرة المتوقعة من جراء بدء أنابيب من المصنع إلى خزانات تابعة له على أحد أصفة ميناء بورسعيد. وينضم معي من هناك الصحفي أحمد الجمال. أحمد، كيف حاز المصنع على الترخيص طالما أن أضراره معلومة مسبقا؟ نعم، أعلن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله رفضه لتفعيل المرحلة الثانية من التشغيل بأحد مصانع الكيماويات بجنوب بورسعيد، والذي يعد من أكبر المصانع لإنتاج الكلور بالمنطقة بسبب المخاطر الكبيرة المتوقعة على حد وصفه من جراء مد مواسير من المصنع إلى خزانات تابعة له على أحد أرصفة ميناء بورسعيد. كما قرر المحافظ أيضا تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق، تضم متخصصين امثال الدكتور احمد عبد العظيم بقسم النبات بكليه العلوم جامعه قناه السويس، وعدد من الشعبيين للتفتيش على المصنع ووضع التقرير النهائي عنه، بعدما تظاهر اهالي منطقه القبوطي الواقع بجانبها المصنع اكثر من مره للمطالبه بنقله في الوقت الذي استغل فيه المصنع حاله الفقر الشديده التي يعيشها غالبيه سكان المنطقه، وقاموا بتوزيع الغلال والاجهزه الكهربائيه على العديد من الاسر هناك اثناء رمضان وفي عيد الفطر ليمتصوا غضب الاهالي من وجود المصنع بجانبهم. ويذكر ايضا ان رئيس هيئه ميناء بورسعيد اللواء ابراهيم صديق قد قرر مؤخرا تخفيض طاقه خزانات المصنع على رصيف شريك بميناء بورسعيد والذي يستغله المصنع في التصدير. قرر خفض الطاقه الاستيعابيه لها لهذه الخزانات الى 50% فقط من طاقتها بسبب احتياجها الشديد للاصلاحات لاستيعاب حمولتها الكامله، بالاضافه الى انها تسببت في تاكل مساحات من القشره الارضيه للرصيف. نعم، انتقل معك الى المحافظه. هل تعتقد انها ستتحمل اي غرامات جراء رفض تشغيل المصنع؟ نعم، هو إدارة المصنع هي إدارة هندية ويملكه هنود، وقد حاولت في الفترة الأخيرة، هي تبرعت ب5 ملايين جنيه للمحافظة لإنشاء مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية، ولكن لم يثني هذا التصرف